علي هاشمية. كيف رأيت هذا المشهد؟ كيف تصفه شيخ برجس؟ أصف هذا المشهد، هذا مشهد عظيم جدا ودائما يتكرر، وهذا الأردنيين هذه طبيعتهم وهذا فرحهم، لأن الحسين هو ابن كل أردني وابن جلالة سيدنا قائد الوطن، وكلنا نحب الحسين ونحب الهاشميين من بداية من أيام الاستقلال. أنا أريد أن أتحدث عن الاستقلال. بداية كان الاستقلال هو العيد الأول من زمان إمارة المملكة الأردنية الهاشمية حتى يومنا هذا. هذا الاستقلال الذي شعر به الأردنيين الفخر والكبرياء والشموخ والعنف، لأنه استقلال، لأنه جاء هذا الاستقلال بالرغم من الانتداب البريطاني ووجود القادة الإنجليز كانوا قائد الجيش وجميع قيادات القوات المسلحة في القيادة العامة كلهم من البريطانيين، ولكن الملك المؤسس الشجاع العالم استطاع أن ينتزع الانتداء من الاستعمار البريطاني، استدعاء الاستقلال، وكان هذا أكبر وأفضل الأعياد في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية، أول أعياد الأردنيين. وبعده في هذا زمان الملك الشهيد المؤسس رحمه الله، وبعدها العيد الثاني كان تعريب الجيش العربي عندما استولى جلالة الملك الحسين تولى العرش. قام بنفس الطريقة بتعريب الجيش العربي بالرغم من القائد العام وجميع قوات القيادة في ضباط القيادة العامة كانوا من البريطانيين، ولكن الملك الشجاع الجسور في ذلك الوقت أصر على أن ينتزع يحول قيادة الجيش من الإنجليز إلى العرب، وكان ذلك في أيام الحسين طيب الله ثراه. نعم سعادة الشيخ، يعني اليوم مضارب الهاشميين كانت عامرة. جلالة الملك كان واضح في الكلمة عندما قال مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم، وعندما قال أنه اليوم نفرح بالحسين وفرحتنا بتكمل بوجودكم. الآن دعنا نتحدث عن هذه المضارب. ما الذي تمثل هذه المضارب كأحد الشخصيات التي عاشت وعايشت هذه المضارب؟ نعم يا سيدي هذه المضارب عامرة منذ زمن الإمارة. هذه عادة الهاشميين والأردنيين المحبين للنظام الهاشمي وجلالة الملك والأمير الحسين، الأمير الدمث الخلوق اللي لا يجبرك غصبا عنك أن تحبه، مجرد أن تجلس معه وتسمع كلامه. فيه عزة وكرامة وشموخ، وفعلا كل بيت أردني في عرس، لأن الأردنيين يشعروا أن سمو الأمير ابن جلالة الملك قائد الوطن ابن لكل أسرة أردنية، والأفراح تشاهد بالشارع، يوزع الحلوى والناس فرحانة بعرس سمو الأمير. وهذه عادة الأردنيين الطيبين المحبين لوطنهم ومحبين لمليكهم ومحبين لعروبتهم. فالحمد لله كان العرس ممتازا، وكان الفرح من العقبة إلى الرمثة، وكل بيت في البادية والأرياف والقرى يشعر سعيدين بهذا العرس الكريم لابن الأردن البار سمو الأمير الحسين بن عبد الله أعزه الله، ونبارك له الفرح ونبارك له الزواج من الآنسة رجوة آل سيف بنت العائلة الكريمة الفخورين بها. يعني الشيخ برجس نتحدث عن ابن البار كما تحدث سمو ولي العهد، كان في زيارة قرابة قبل أسبوعين إلى بيتك. ماذا يعني ما الذي دار في هذا اللقاء ما بينك وما بين سمو ولي العهد؟ يا سيدتي، أنا أول مرة أجلس معه وأقعد معه. لا يمكن إلا أن تحب هذا الشاب، لا يمكن إلا أن تحب غصبا رغم أنفك بتحبه، لأنه طيب وخلوق وأمير بكل ما تحمل الكلمة من معنى. تحدث مع الناس بود، وتحدث مع الحضور ومعي. يعني حسيت إنه فعلا، أنا بذكر جده خدمت في سلاح الجو الملكي 20 سنة،
نفس الأسلوب، نفس أسلوب الحسين يحببك فيه رغم أنفك عندما تجلس معه وتشاهد الخلق الرفيع والكلمات الطيبة لهذا. وكنا نتابع دائما مع الجيش ومع سلاح الجو ومع طيار هليكوبتر أنا شفته وهم يزرقوا الماء على راسه أيام تخرجوا بأخذوا جناح الطيران. وهذا الأمير يأسرك بمجلسه، يأسرك في كلامه، يأسرك في طيبته وكبرياءه وشموخه الذي المتواضع. نعم، يعني على الرغم من الكبرياء والشموخ لربما أيضا هناك البساطة سعادة الشيخ. وعندما نتحدث عن البساطة في العائلة الهاشمية وهي كانت واضحة وجلية من خلال حفل مأدبة العشاء الذي أقامه جلالة الملك للشخصيات. وبالتالي الآن أنت كنت حاضرا وعاصرت العائلة الهاشمية على مدار عقود. نتحدث الحسين، نتحدث جلالة الملك عبد الله الثاني، نتحدث أيضا سمو ولي العهد. نريد منك تفاصيل أكثر حول هذه العائلة، ما عشته معهم، العلاقة كيف كانت وكيف بنيت، البساطة التي تحدثنا عنها منهم في التعاطي كيف تبدو؟ أنا ضابط في سلاح الجو الملك الأردني من 47. ذهبت إلى كلية الطيران في مصر والكلية الحربية ومن ثم عدنا. وبال58 تعرفنا على الحسين. الحسين لما تيجي تسمعه يعني لا يمكن إلا أن تحب الحسين، لأنه كان يشعرك أنه أخوك أو أبوك، متواضع ودود محب، يعرف الضباط سلاح الجو بالاسم كلهم وينادي كل واحد منهم باسمه. وكان يزور سلاح الجو تقريبا كل يوم مرة. وأيضا تدرب في سلاح الجو، دربه مدرب الله يرحمه الرائد الطيار علي شقم، كان يأتي ويطلع في طائرة هو وياه ويدربه على الطيران. وكان ملك يأسرك بالكلام، يأسرك في طيبته، يأسرك يعني أنا بذكر أحد الحوادث اللي صارت معه. في طيار متخرج اسمه عبد الجواد الأشهب، خرج من بريطانيا وبحب بنت من الصويلة، فمر من فوق الحمر طيران منخفض ونادوا عليه. المهم بعد طلع جلالة الملك على الطيار، قال لهم لا ترموا عليها، كان الحرس الملكي لا ترموا على الطيارة ما فيها ذخيرة. وبعدين نادوا على الطيار، رجع كمل التشكيلة مع الرف اللي كان طاير فيه ورجع ونزل. ركبت أنا وقائد القاعدة والله يرحم فراس، طلعنا على الطيارة. قال مالك تطلع على الطيارة؟ قلنا بدنا نشوف فيها أي شيء. قال لا ما فيها الحمد لله. فقال شو في؟ قلنا له أنت كنت على، قال الحمر وين بتيجي؟ أنا ما بدي الحمر. وين كنت؟ قال أنا كنت فوق الصويلح، مريت في بنت أحبها ومريت، قالت لي مر خلنا نشوفك بالطيارة. المهم اجى جلالة السيد للعصر استقبلناه، شو القصة؟ قلنا له والله يا سيدي القصة كيت هذا بحب بنت، وقالت له مر خلينا اشوفك بالطيارة. المهم قال لي اجى الحسين يا عبد الجواد شو قصتك؟ قال له يا سيدي هيك اللي صار. قال بتحبها بدك تتجوزها؟ قال نعم يا سيدي. قال ليش ما تتجوز؟ قال بنحوش يا سيدي، يعني بنلم. لا طلع على قائد سلاح الجو، انا ما سمعتها ذلك الوقت شو قال له. بعد اسبوع بدوا يأسسوا له عبد الجواد الاشهب، اتري جاي لقائد سلاح الجو اللواء صالح الكردي، قال له جوزوا على حسابي انا، على نفقتي انا. وفعلا قام الحسين طيب الله ثرابه قصة رائعة. عبد الجواد الاشهب الروائع يتكلمون الروائع. قبل ان يعاقب او شوفي قديش احسن من تكلم عم الشيخ برجس. كان يجي يتعشى معنا بندوره وخبز. ايه بالله والله العظيم. ايه بالله يعني صح لسانك. في ناس يقولوا الحسين ناعم كثير، الحسين الامير الحسين بن عبد الله. قلت لهم والله يا اخوان انتم شفتونا، لكن انا شفت في نعومة السيف ومضاءه، يعني نعومة الفولاذ وقسوته.